بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم الناس الكل. كيف ما العادة فيديو جديد وموضوع جديد. ساعة فما حاجة نحب نوصلها يا مال كنزاري. إذا كانت قاعد تحكي على البارازيت وقاعد تحكي على الكعبتين ولا كلفة كعبت اللي سبوك، والجمهور الصحيح هو اللي جاي تحت الشتاء ويغني ويقف ودرشنية، راني فما حاجة نحب نوصلها لك. ريتو الجمهور اللي سبك اللي قاعد تحكي عليها هذاك الكل موجود في استيران صرا اما راهو جاي يعاون في جمعيته ويقف مع جمعيته اللي قاعدة تلعب الترجي الرياضي التونسي من غير اطار فني. باهي ما هو جاي لك انتي ولا واقف معاك ولا واقف اللي قاعد تعمل فيه في الاسبيرونس ولا واقف معاك بالغلط اللي عملتهم، ليه غلط؟ راهو واقف مع جمعيته في الوقت اللي مستحقته فيها جمعيته، مش واقف ليك انت ولا الاطار الفني متاعك ولا يعاول فيك مورالمون. راك غلط برشا يا الكنزاري، والكلام اللي قاعد تقول فيه ما هو الا باش يحطك في مشاكل كبيره انت والجمهور. والله ناكد لك الحكايه هذه من الكلام اللي قاعد تحكي فيه قبل المباراه وبعد المباراه، ساعه ولا تصريحات اتعس حتى من الماتش. بالنسبه لي زاد قلت بلي اي نتيجه باش تصير اليوم لا باش تصير من الجمهور، لا باش تصير منك ولا من الاطار الفني متاعك ولا من المساعدين متاعك ولا من حتى شيء، وفيك هو اللي صار. وريتها النتيجه اللي جابيه فيها كيما فيها الباهي باللي الترجي التونسي خرجت من الريسك متاع الخروج من دور المجموعات، كيما فيها الخايب على الكلام اللي خرج الكنزاري من فمه. والله بالنسبه لي انا راهو بنا دمنا قبل الماتش وبدا يهز ويحط ودراشنيه وقال لك اذا كان نربحوا نجموا ما نترشحوش، اذا كان نخسروا نجموا، معناها كل يحكي بطريقه عاديه برشا متاع انسان متملح. وتوا بعد الماتش يحكي بقوة وكعبتين وكعبة وبارازيت ودرش. بالله فاش قاعد تحكي يا أخي؟ قاعد تشوف في روحك فاش قاعد تعمل ولا ايه؟ بالله سؤال بس سميمتك سؤال يا سيدي. أنا آخر واحد نفهم في الكورة والله ما يقلقني، أما نحب نسأل مال الكنزاري سؤال. وبالله العظيم اللي خويا واقف مع الكنزاري وقاعد خويا يقول في الكلام بتاعي أنا غلط يجاوبني على السؤال هذا. أنت قلت باش نشوفوا الوجه الحقيقي متاع الترجي التونسي أبارتير من غدوة. برس سميمتك أنا الوجه الحقيقي اللي قاعد تحكي على جد بوه الكلب اليوم بالله يفصل براس أمك أعطين. تحب خويا نعطيكم تلخيص خفيف نظيف؟ ريت ماتش الاتحاد المونستيري كوبي كلي على الماتش بتاع سيمبا تنزاني اليوم كيفاش؟ ترجي التونسي مرقات الساس لعبت على جاك ديارا فيزيكمون بريمير ميتون مريكل، دوزيام ميتون ما فماش، وترجي التونسي هذاك هو اللي صالو ماتش سيمبا تنزاني. بريمير ميتون رقات جاك ديارا ومركلها البونتو، دوزيام ميتون ما رقاتوش ترجي التونسي ما عملت حتى شيء. تراه خويا اللي عنده تحليل اخر على الكلام اللي انا قلته ولا تحليل صحيح على اللي انا قلته، التحليل متاعي انا غلط، خويا قل اعطيني فما حاجه نجم خويا تقولي بلي الكلام اللي قاعد نقول فيه غلط، اللي ماتش سيمبا تنزاني هو كوبي كولي على ماتش الاتحاد المونستيري. ترى جاوبوني بخلاف بيان سور الاتحاد المونستيري ربحتنا، نحن صحيح ربحنا سيمبا تنزاني اما سيستيم دو جو هو بيدو. ترى جرى تونسي مرقات الساس لعبت على جاك ديارا ماركا البونتو الاولاني وكان حاسم بريمير ميتون، دوزيام ميتون فيزيكمون طاح الملاعبي وفيك هو عادي خاطر الملاعبي مازال صغير ومازال قاعد يخدم. دوزيام ميتون ترى جرى تونسي مرقات حد ما عملت حتى شيء. ترى جاوبني وين السيستيم دو جو نتاعك؟ ويني الحقيقة متاع الاسبيرونس اللي قاعد تحكي عليه؟ ما قاعد تكونشي إلا تضرب في اللغة تكذب على العباد، لا أكثر ولا أقل. ريت على الكلام اللي قلته متاع مانيش خارجة تقسم بالله العظيم لو كنت بتفاجئ معايا في 8 سنين أنا ما يقلقنيش. المشكلة مش فيك أنت، المشكلة في اللي فوقك، المشكلة في اللي حطوك مدرب للترجي التونسي، المشكلة في اللي حطوك وعليوا لك قيمتك، حطوك كمدرب للترجي التونسي. والله العظيم لا المشكلة لا فيك أنت لا في المساعدين متاعك، أقسم بالله. على خاطر يفولي حاجة عادية ترجي التونسي تلعب قدام فرق كبار، لازم أخويا مدربين كبار. وقت اللي أخويا تتحط قدام مدربين كيما نافوما يعني حاجة عادية نتيجة باش تكون هكا. أنا نأكدها لك الحكاية هذي. وبالنسبة لي أنا مدرب للترجي التونسي يعرف شنو اللي خرج من فمه، على خاطر يعرف روحه أي كلام خايب باش يخرجه راهو باش يقعد في علاقة خايبة برشا مع الجمهور. ويعرف باللي جمهور الترجي التونسي إذا كان أنت تعرف الجمهور متاع الترجي التونسي اللي قدام مصلحة جمعيته راه ما يراه حتى شيء. يعني إذا كان يحبوا يخرجوك بالحق من البارك متاع الاسبيرونس والدائرة متاع الترجي التونسي راك تخرج، ما تكسرش راسك برشا ورد بالك من الكلام اللي قاعد تخرج فيه والفيديوهات مازالوا.